هو فعلا في حاجة موجودة ورا الجدار الجليدي العملاق اللي حوالين الانتاركتيكا؟ تفتكر في حاجة مهمة جدا للدرجة دي ومش عاوزين حد يشوفها لدرجة ان هم حاطين حراسة مشددة وجميع ما يخطر على بالك من الاسلحة والمركبات، وممنوع اي حد من البشر يقرب من المنطقة هناك؟ طب ايه سر الخرايط القديمة الكتير اللي بتبين ان الجدار ده بيلف حوالين الكرة الارضية؟ تفتكر الارض كروية ولا مسطحة؟ وبالنسبة للحضارات اللي هم بيقولوا موجودة هناك، ايه الكلام ده كله؟ انا عارف ان في اسئله كتير بتدور في دماغك حوالين الجدار الجليدي والكلام اللي انت عمال بتسمعه. تعال بقى احكي لك الموضوع من البدايه. بتبدا الحكايه زمان بعد الحرب العالميه على طول. في قائد من قوات الجيش الامريكي عمل رحله استكشافيه فرديه للانتاركتيكا، المكان اللي بنتكلم عنه. ولكن المشكلة انه بعد ما رجع مذهول وبيقول كلام محدش يصدقه. بيقول ان هناك مفيش تلج بس، ده في كائنات غريبة وفي مخلوقات مش بشرية، وهو تواصل معاهم كمان، كائنات فتاكة ومش شبه البشر ومتطورين جدا عن العالم بتاعنا. المهم بعد الرحلة اللي عملها دي القائد ده اختفى من الإعلام تماما، وبدأوا يبعتوه رحلات تانية شبه دي كتير لحد ما توفى والسر بتاعه اتدفن معاه، ومحدش سمع عن الأرض دي تاني لحد ما المذكرات بتاعته طلعت للنور بعد ما هو مات. هنا بقى احنا بنتكلم عن القطب الجليدي والجدار اللي حواليه، ايه حكايته بقى والكلام اللي بيتقال عنه ده؟ بس قبل ما نبدأ نحلل الموضوع ده والقصص اللي حواليه، تعال اقول لك نقطة مهمة. العلماء بيقولوا ان ممنوع اي حد يروح للمكان هناك بسبب ان هم محافظين عليه، يعني عشان محدش يعمل فيه اي حاجة، وهم بيستكشفوه وبيشوفوا الفيروسات والحاجات اللي فيه، وفي برضو كائنات غريبة يعني، فعشان كده احنا لسه بندرسها ومش عاوزين حد يروح هناك. الكلام ده ممكن يبان منطقي، ولكن مش منطقي برضو ان ممنوع حتى الطيارات تعدي من المكان هناك. ليه ممنوع تقرب من المنطقة اساسا، وممنوع اي حد من البشر يفكر يروح هناك؟ المرعب اكتر في الموضوع ان اللي بيقولوا العلماء بيدرسوا المكان يعني حاطين كمية اسلحة في المكان ما تتخيلهاش، حاطين دبابات وحاطين ناس بالهبل وكأن في حرب هتحصل، مش مجرد بيحرسوا مكان. اهي النقطة دي بالذات خلت ناس كتير تستغرب ليه كمية الاسلحة دي، فبدأوا ينخربوا ورا الموضوع، وفي منهم اللي حاول ان هو يروح للمكان هناك ويستكشفه. طيب ها وبعدين لما حد حاول يعني في اي نتيجة طلع بيها؟ في نتائج كتير. اول حاجة الناس خدت بالها منها عن طريق جوجل مابس ان في مخلوق ضخم جدا وكبير بيوصل طوله لأكتر من 60 متر، موجود قرب السواحل بتاع الانتاركتيكا. المخلوق اللي بكلمك عنه ده شبيه جدا بالكراكن، وكان بيتحرك بسرعة كبيرة جدا لدرجة ان القمر الصناعي ما خدلهوش صورة واضحة، بس اللي واضح ان ده تقريبا اكبر واضخم مخلوق ممكن تشوفه على كوكب الارض. ولو تاخد بالك البحارة والاساطير بتاعت زمان كانت بتتكلم على الكراكن، وفي كلام كتير طلع عنه، ولكن الناس خدته ان هو اسطورة ملهوش اي اساس من الوجود. طيب سيبك من المخلوقات، اكتشفوا كمان ان في اهرامات كبيرة جدا موجودة في الانتاركتيكا. الموضوع في الاول كان اسطوري، يعني حاجة غير مؤكدة عن رحلة استكشافية بريطانية. كان في جروب رايح لهناك بيستكشف الموضوع، وخدوا بالهم ان في حضارات قديمة كانت موجودة في المكان، وفي آثار وبواقي ليهم. دي الحضارة دي كمان كان لها علاقة بالحضارة المصرية. طبعا الكلام ده مفيش عليه أي دليل تاريخي، حتى الكتب اللي درسناها زمان والتاريخ اللي احنا درسناه بيقول إن الأنتاركتيكا أو القطب الجنوبي مفيش فيه غير تلج بس، ولكن يكتشفوا إن في 3 أهرامات كبار موجودين هناك. طب سيبك من كل ده وتعالى ننتقل للجزء المشوق في القصة، وهو حكاوي الناس اللي حاولت تروح هناك والحاجات اللي صوروها كمان. اول شاهد معانا هم شوية شباب حاولوا بطريقة ما يروحوا قريب من القطب هناك، واول حاجة قالوها ان المية هناك مختلفة عن المية اللي نعرفها. المية هناك شبه الازاز، شفافة بطريقة غريبة، ومفيش اي كلام تاني عن موضوع المية غير الفيديو ده. المشكلة ان في مجموعة تانية ادعوا ان هم راحوا ورا الجدار الجليدي الكبير وشافوا هناك مخلوقات وشافوا حاجات غريبة فعلا زي ما اتحكى زمان، وبيقولوا ان القبائل والناس اللي هناك خطيرة جدا. قالوا